عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، واكيد انا كمان وحشتكم، بس انتم وحشتوني اكتر. النهارده جايه لكم، يعني انا كنت بره اصلا، يعني ربنا عالم بالواحد كان بيعمل ايه بره، ولا كان بيتفسح ولا كان بيتنزه ولا كان بيشتري حاجه ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. ربنا عالم بالواحد هو بيعمل ايه بره. هقول لكم طبعا في فيديوهات تانية، بس انا ليه طالعه بالفيديو ده؟ طالعه بالفيديو ده لان احنا يعني عايزه اقول لكم انا محسوده ومقرور عليا ليه بقول كده؟ لان انا شايفه حاجات في بيتي رهيبه رهيبه رهيبه. انا اول مره اطلع بالفيديو ده. القناه بتاعتي بقالها 3 سنين او 2.5 سنين. اول مره اطلع في حياتي، اقلبوا كده في القناه، اول مره اطلع اقول الكلام ده بصراحه. ليه يا سوا طالعه تقولي الكلام ده؟ لان انا بقابل حاجات استغفر الله العظيم وبقول الحمد لله، برجع وبقول الحمد لله على ربنا يجيبه. بس ان انا اقابل الحاجات دي بتحصل في بيتي وفي عيالي، انا اي حاجه تحصل في الشقه، بس بره عيالي بجد يا ريت الناس اللي بتحسد، الناس اللي بتستكتر علينا العيشه، اي حد بيقر على اي حد او بيقول عليه كلمه وحشه، اشتغلي، اجتهدي، اعملي، هتلاقي. مش تبقي قاعده في بيتك حاطه رجل على رجل وتروحي قد كده وانتي قاعده بتتكلمي على الناس. لا، اجتهدي يا حبيبتي او اجتهد حضرتك، لكن مش تقعد تتكلم على دي وعلى دي وعلى دي، ودي جابت ودي عملت ودي خلت ودي سوت. ليه؟ انتي من غير دراع ولا حضرتك من غير دراع؟ لا، انا بشتغل الحمد لله. جه قليل جه كتير بقول الحمد لله. اتمنى يعني دي حاجه انا بتمناها وحاجه نفسي انها تكون موجوده. وانا اسفه جدا لاندفاعي في الفيديو ده. انت اول مره تشوفوني طبعا بالعصبيه ده، يعني صوتي عالي شويه ومتعصبه شويه، بس اللي بيحصل في بيتي كتير، اللي بيحصل عندي انا كتير. انا بشتغل تمام وجوزي بيشتغل تمام، ما بنامش فعلا. يعني يا ريت الناس اللي بتبص دي بقى في حياتنا، اللي عينيها يعني راشقه في حياتنا ما بتطلعش، عامله زي المنقار كده، يا ريت تشتغلي واجتهدي او اشتغل واجتهد، يا ريت هتلاقي. والله ربنا ما بيضيعش تعب حد. واصبري واحمدي ربنا على اللي ربنا يجيبهولك. يعني اتمنى ان انت تحمدي ربنا او تحمد ربنا، قولي الحمد لله من قلبك، ربنا هيديك بزياده. لكن ما تقولش الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دي مش من قلبك. لا، ربنا هياخد منك مش هيديلك. لكن انا طول عمري الحمد لله، انا وعيالي وجوزي، طلعت عيالي انهم بيحمدوا ربنا على اي حاجه. تمام. انا لسه جايه من عند الدكتور ده مبدئيا، يعني انا اتعودت معاكم ان انا ما بينش الحاجه الوحشه، بالعكس. اشتريت حاجه جديده بقولها لكم، بطلعها فيديو. عملت اي حاجه، رحت النادي، جبت اكل، جبت اي حاجه، جبت اكله من بره، اي حاجه حلوه ببين الحلو بتاعي. تمام. طبعا القناه بتاعتي برضو لو قلبتوا فيها هتشوفوا الكلام ده. عمري ما بينت اي حاجه وحشه. ليه بقى ما بتبينيش اي حاجه وحشه؟ ليه انا طالعه بالفيديو ده برضو بتكلم في النقطه دي؟ لان في واحده قالت لي كومنت على الفيديو اللي عدى بتاع رجل روتانا اما رجلها كانت وارمه، ده برضو عيون، اما رجلها كانت وارمه كده لوحدها، قالت لي يا ريت ما تبينوش الحاجه الحلوه بتاعتكم، ما تتجملوش قوي قدام الناس، يعني بينوا برضو الحاجات الوحشه. قلت لها فعلا انت عندك حق. فانا ما بحبش الناس يعني ان هي يعني ايه، يعني انا متضايقه اطلع للناس اضايقها. لا، انا طالعه للناس ببين الحاجه الحلوه بتاعتي وخلاص، ما بحبش اضايق اللي قدامي. بس لما توصل ان انا امر بالحاجات دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعضه كتير قوي قوي قوي. القران ما بيتقطعش من بيتي، الرقيه الشرعيه ما بتتقطعش من بيتي نهائي. تمام. يعني المعوذاتين على طول في بقي، انا وجوزي وعيالي ما بيتقطعوش فعلا. اتمنى كل واحد يحط لسانه في بقه. حطي لسانك في بقك او حطي لسانك في بقك واحمد ربنا. يعني هوريكم دلوقتي وانتوا احكموا بنفسكم، يعني عايزه الحكم لكم انتم بنفسكم. هوريكم من قيمه يومين رجل روتانا. طبعا انا صورت فيديو بده لوحدها بدون ولا وقعه ولا بدون خبطه ولا بدون هرشه ولا بدون اي حاجه، لوحدها. لان ناس كتير جدا سالتني على الموضوع بتاع رجلها ده، والله العظيم لوحدها. وبنتي ما كانتش قادره تقوم كده تدوس على رجليها خالص. طيب النهارده ايه اللي حصل يا سؤال؟ كنت عند الدكتور الحمد لله، بحمد ربنا على اي حاجه. تعالوا انا لسه جايه من بره، بصوا
يعني انتوا يعني امنعوا عينيكوا شويه بجد. شايفين المنظر ده زراء، والحته دي طبعا انا يعني مش عارفه احط ايدي عليها، يعني انا بس بوريكم وبشهدكم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شايفين كل دي؟ بس انا مش هقول اكتر من كده، مفيش كلام عندي اقول اكتر من كده. فيعني انا اول مره يحصل لي المواقف دي في بيتي بدون اي سبب، بدون اي مقدمات. احمدوا ربنا، احمدوا ربنا واتقوا الله في عينيكم، يعني قولوا الحمد لله واتقوا من الله. يعني بلاش العيون تبقى راشقه كده في حياه الناس. بلاش اي حاجه عندي تضيع الا عيالي، لغايه عيالي بقى وستوب لغايه هنا. لان لما توصل في العيل بجد احساس وحش. اكيد طبعا كلنا امهات وكلنا ابهات وحاسين بالكلام اللي انا بقوله. انا طالعه ناشد كل اب وكل ام. احنا ليه بنبص في حياه بعض؟ ليه؟ انا عندي ايه زياده عنك او عنك؟ بالنسبه بقى الكومنت السخيف جاي من واحده سخيفه او جاي من واحد سخيف، انا ما اعرفش بصراحه. يعني اكيد واحد يعني او واحده قاعدين يبصوا في رزق الناس وخلاص، يعني هي دي شغلتهم. احمدي ربنا، احمدي ربنا او احمد ربنا. بلاش كومنتات سخيفه، يا سخيف او يا سخيفه. بس دي الشتيمه بتاعتي اللي انا هقدر اقولها لك. بلاش تبصي في رزق حد او بلاش تبصي في رزق حد. خليك في حالك، مش هقول اكتر من كده. اللي بتقول لي انت زمانك بتقبضي قد كده، اتقي الله، اتقي الله وقولي الحمد لله، الحمد لله برضا عشان ربنا يرزقك. والحمد لله كده برضا عشان ربنا يرزقك ويديكي. ما تبصيش في رزق الناس وتقولي انت بتاخدي كام او انت بتاخد كام. اقسم بالله، اقسم بالله انا بشتغل، جوزي بيشتغل، ما بنامش. طبعا باين عليا التعب والارهاق، ما بنامش. طبعا انتوا عارفين القناه بتاخد مجهود قد ايه وشغل قد ايه. الناس اللي فاتحين القنوات طبعا كل واحد اللي بيه مكفيه. اقسم بالله، اقسم بالله انا اسفه جدا، التليفون كل شويه بيقطع. تمام، عبال ربنا ما يسهل واجيب تليفون كويس هبقى اصور بيه. الناس اللي بتقر كتير، بس حابه اوضح لكم يعني حاجات بسيطه كده. يعني برضو لازم ان انا اوريكم برضو الحاجات اللي الواحد بيمر بيها ظروف وحشه قبل الظروف الحلوه. خلاص يعني انتوا اللي بتغصبوني ان اعمل كده. كنت حابه ان انا اوريكم كل حاجه حلوه، بس لا خلاص انا هبين لكم الحاجات، كل حاجه بتمر في بيتي، الوحش والحلو، والوحش قبل الحلو. تمام كده، ده خلاص مبدأ همشي عليه. يعني اقسم بالله انا ما بنام، جوزي ما بينامش وبيشتغل. تمام، اللي فاتح قناه طبعا عارف الكلام ده. بقول الحمد لله، جالنا رزق كتير الحمد لله، جالنا رزق قليل الحمد لله برضا. والناس المقربين ليا عارفين الكلام ده، عارفين سوا بتحمد ربنا لو ما فيش لو ما فيش في بيتها جنيه. بقول الحمد لله وبرضا. عشان كده بلاقي ربنا بيعوض عليا فعلا. فانا بصراحه ما عنديش اي كلام ان انا اقوله. يعني انا ما فيش كلام ان انا اقوله. كفايه ان انا وريتكم روتانا دقنها عامله ازاي، رجليها عامله ازاي كانت. ما فيش كلام ان انا اقوله اكتر من كده. طبعا اي ام واي اب عارف اللي جوايا وحاسس بيا. انا يجيلي انا اي حاجه او يجي لباباهم برضو اي حاجه، لكن الا الضنا ده ما فيش اغلى منه. انا اسفه جدا في اندفاعي، طبعا مش متعودين عليا كده، وانا اسفه جدا 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 في اندفاعي. وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات جميله، كل الناس اللي بتحفزني قدام، كل الناس اللي بتبص لاي حد بصه حلوه وبرضا وبتحمد ربنا على كل حاجه زينا. بشكرهم جدا من قلبي، وانا اسفه جدا طبعا على اندفاعي. السلام عليكم. كلمتين مش هطول عليكم. من حمده زاد. يبقى لازم تحط في بالك النقطة دي، من حمده زاد. يبقى احنا وصلنا لايه؟ وصلنا للي انت تحمد ربنا عشان ربنا يكرمك. انا مش طالع الحسد هو مذكور في القرآن. وبعدين انا ما كنتش بشغل بالي بحسد والكلام دوت خالص. انا طالع بتاسف لكم على التعصب اللي صار فيه، بس فعلا وحياة ربنا بجد احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا. انا شغال
بره وببات بره وشغل، والناس عارفه انا شغال ايه وبعمل ايه، وتعبان جدا. اقسم بالله انا ساعات بكلم سامح في التليفون ما بنلحقش نتكلم ونتضارب. وساره شغاله وما بتنامش وتعبانه جدا. احنا ما بنقولش كده عشان حاجه، لا احنا بنقول الحمد لله احنا مستورين، ربنا سترنا. وبعدين اللي انتوا شايفينه مش معنى ان انا لابس حلو او لابسه حلو او جبنا حاجه او معنى كده ان احنا اوفر، يعني احنا عادي خالص، عادي جدا، ده عادي جدا جدا جدا، ده العادي يعني عادي. انت ليه ايه المشكله؟ احنا متجوزين بقالنا 13 سنه على فكره، ما بقالناش مثلا اسبوع بنجدد في الفرش، ده 13 سنه عادي. وبعدين احنا تعبنا وربنا بيكافئنا وبيدينا وبنحمد ربنا على الكلام ده، عادي بالنسبه لك او بالنسبه لي عادي خالص. حاول ان انت ما تبصش لغيرك. ليه؟ طول ما انت بتبص لغيرك هتفضل واقف مكانك، طول ما انت بتبص لغيرك هتفضل واقف مكانك مش هتتحرك. مفيش حاجه بص لنفسك انت عشان تتحرك وربنا يكرمك وتشتغل وتشتغلي برضه. هتفضل تبص لي وتبص لساره، تبص لاحمد، تبص لمحمد، تبص لخالد، مش هتمشي، هتفضل زي ما انت، هتفضل تبص لنا وتقرفنا معاك. فليه بقى؟ اشتغل ربنا يكرمك، اجتهد ربنا يكرمك. بس فانا عاوز اقول لك في الاول وفي الاخر، واقول لحضرتك احمدي ربنا وما تبصيش لحد. انا مش قصدي حاجه، يا روتانا تعبت زي ما ساره قالت مره واثنين وثلاثه وحاجات غريبه، مفيش حاجه غريبه ولا بعيده عن ربنا، ولكن احنا بنقول بدون اسباب. دقنها دي حاجه يعني هنقول ايه؟ بنتي مريم ما بتاكلش خالص، رجليها يعني هقول لكم اصلا في الفيديو انا هبين خلاص الحاجات الوحشه بقى في بيتي طالما انتوا عايزين كده. دخلت روتانا راحت مره واثنين وثلاثه للدكاتره، احنا مش قصدنا حاجه والله ولا بنبعد عين ولا حاجه، احنا بنقول لحضرتك الحقيقه ما تبصوش لحد، مش مستاهل. احنا ما جبناش قصر، احنا ما جبناش قصر، احنا جبنا حاجه عاديه ستارتين. ما كل الناس بتجيب ستاير والناس بتجيب فيلا، انت ليه عادي؟ عمرنا ما بصينا لحد. الحمد لله، ده فضل من ربنا، ده فضل من ربنا علينا ان احنا ما نبصش لحد. ليه بقى؟ هنبص للناس ليه؟ احنا باصين لنفسنا، عشان كده بنتقدم. عشان كده بقول لك بص لنفسك وبص لنفسك عشان تتقدمي لقدام، ما تفضليش تبص لنا وانت واقفه مكانك بس. واحنا اسفين اذا كنا زعلنا حد في الكلام ده او حد زعل مننا، وتصبحوا على خير.